السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ إن شاء الله تبقوا كلكم كويسين وبخير. احنا النهاردة هنتكلم عن توبيك مهم جدا في دارت، وإن شاء الله هنستخدمه لما نبدأ نخش في فلاتر كمان، فمحتاجاكم تبقوا مركزين. إيه هو؟ احنا عايزين نعرف الفرق ما بين فاينل وكونست. إيه أصلا فاينل وكونست وإيه الفرق ما بينهم؟ إيه معناهم وإمتى بستخدمهم؟ طيب، أول حاجة أنا الفاينل والكونست بستخدمهم إمتى؟ بستخدمهم لما يبقى عندي variable عايزة أديله value وعايزة الفاليو دي ما تتغيرش أبدا. زي إيه؟ تعالوا ناخد مثال. احنا كنا الأول بنقدر نكتب كده int الx equal 4 مثلا، وكنت اقدر اجي اقول له لا خلاص انا مش عايزه الاكس ب 4، انا عايزاها ب 10 مثلا، ولما هاجي هطبع الاكس كده واروح اعمل run كنت بلاقيها ب 10. يعني ده معناه ايه؟ ان انا هنا عرفت ابديت الفاليو بتاعت الاكس من 4 ل 10. تمام. طيب فلنفترض ان انا عندي variable خلاص عايزه اديله value بس مش عايزه الفاليو ده يتغير خالص. بعمل ايه؟ بستخدم ساعتها الفاينل او الكونست. طيب، بنستخدمها ازاي؟ باجي اروح حاطه قبل الداتا تايب كده احط فاينل. خلاص. بص الايرور ضرب ازاي لما جيت هنا عدلت الاكس قلت له ب 10. تعالوا نقرا الايرور كده. هلاقيه بيقول لي ايه؟ the final variable x can only be set once. يعني انت الاكس دي ما ينفعش ان انت تعمل لها ست غير مره واحده بس، يعني ما ينفعش تديها رقم غير مره واحده بس. بما ان انت اديتها ان الاكس ب 4 في البدايه، ما ينفعش تيجي تقولي لا الاكس دلوقتي ب 10، لان الاوبشن ده مش موجود. نفس الكلام لو كنت شلت فاينل حطيت كونست وجينا قرينا الايرور اللي ظهر هنا كده، هنلاقيه constant variables cannot be assigned a value after initialization. يعني ما ينفعش ان انت تروح تدي الفاريبل ده value جديده بعد ما انت عملتها initialization اصلا في الاول، بعد ما انت عرفتها في الاول بفاليو محدده. انا ممكن اكتبها كده وممكن تسهيلا اشيل الداتا تايب كده خلاص، وهي اوريدي تلقائي لما بحط الكونست او بحط الفاينل هي بتبقى عارفه التايب بتاعتها، فهي عرفتها هنا بانت. تمام. عرفنا كده امتى بستخدم الكونست والفاينل. بستخدمهم لما اكون عايزه ان انا اعرف variable واديها value مرة واحده بس. طيب، هنيجي ونسال طب ايه الفرق كده بقى ما بين الكونست والفاينل؟ امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ نبدا الاول اول حاجه بالكونست. فلنفترض احنا عارفين ان احنا عندنا في الماث عندنا حاجه اسمها الباي كده، والباي دي ب 3.14. تمام، دي حاجه معروفه ثابته ما بتتغيرش، الباي دايما ب 3.14. طيب، انا هنا استخدمت لها كونست. تمام، وكان ممكن عادي اكتب فاينل، سوري، كان ممكن عادي اكتب فاينل. طيب، خلينا نبدا اول حاجه بالكونست. الكونست بتقول لي ايه؟ بتقول لي استخدميني لما تكوني عايزه تخلي الفاريبل دي تاخد الفاليو بتاعتها امتى؟ في الكومبايل تايم، واحنا عارفين يعني ايه في الكومبايل تايم. يبقى انا الكونست بتقول لي اول ما دارت تشوفها بتعرف ان انا هاخد الفاليو دي احطها في الفاريبل دي امتى؟ وانا في الكومبايل تايم. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الفاليو اللي انا هحطها دي لازم الكومبايلر يكون يقدر يحسبها وانا في الكومبايل تايم. ما ينفعش احط له فاليو هو مش هيعرف يحسبها في الكومبايل تايم، يعني مش هيعرفها غير لما يبقى في الران تايم. لا، انا لازم احط له فاليو هو هيقدر يعرفها وانا في الكومبايل تايم. يعني انا كان ممكن مثلا احط هنا مثلا 10 بلس 15 كده، هنا عادي هيعرفها، عادي هيعرف، هيروح يحسب العشرة زائد 15 تبقى 25، ويدي الفاليو دي للفاريبل ويبدأ إن هو يعملها في الكومبايل تايم. ده كل ده تمام. طب إيه الحاجات اللي الكومبايلر ما يقدرش يعمل لها ديتكت وأنا في الكومبايل تايم؟ حاجة زي الديت تايم دوت ناو. الديت تايم دوت ناو دي إيه؟ بص، هو جاب لي ايرور. طيب، خلينا نعرف الأول الديت تايم دوت ناو دي إيه. الديت تايم دوت ناو دي فانكشن بتجيب لي الوقت دلوقتي، وبما ان هي هتجيب لي الوقت دلوقتي يبقى انا مش هعرف الوقت دلوقتي غير وانا في الران تايم. الكومبايلر مش هيقدر يفهمها وانا في الكومبايل تايم. انا مش هقدر اعرف الفاليو بتاعه الديت تايم دوت ناو دي غير وانا في الران تايم، لان انا بجيب وقت دلوقتي. تمام. فمش هتعرف نعملها غير في الران تايم. فانا دلوقتي شايف كونست. طيب، انا كونستنت دي فهمت منها ايه؟ ان انت عايزاني اخد الفاليو دي اللي انا عارفها المفروض في الكومبايل تايم واحطها لك في الفاريبل. انما انا الفاليو دي ما اعرفهاش حقيقه. انا الفاليو اللي موجوده قدامي دي انا ما اعرفهاش في الكومبايل تايم، عشان كده رمالي ايرور. تعالوا نقرا الايرور كده. اول حاجه the constructor being called is not a const constructor. ماشي، ما فهمناش قوي. طب try removing the const from the constructor invocation. هو بيقول لي يعني جربي ان انت تشيلي كلمه const دي. طيب، تعالوا نقرا اللي بعديها كده. constant variables must be initialized with a constant value.
يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عرفت لي ان الفاريبل ده كونست، يعني كونستنت. يبقى لما هتيجي تعرف لي الفاليو لازم تعرفها لي كونستنت علشان اقدر ان انا اعرفها وانا في الكومبايل تايم. انما انت هنا ما عرفتهاليش كونستنت، انت عرفت لي حاجه هعرفها في الران تايم. يبقى دلوقتي مش هينفع استخدم الكونست. استخدم ايه بدل الكونست؟ استخدم الفاينل. يبقى ده الفرق الجوهري ما بين الكونست وما بين الفاينل. الكونست ان انا باخد الفاليو اديها للفاريبل وانا في الكومبايل تايم، تمام. طيب الفاينل ان انا باخد الفاليو اديها للفاريبل وانا في الران تايم. طيب كده تمام، فهمنا الجزء ده. خلينا عشان نثبت المعلومه اكتر. لو انا جيت وقلت لك ايه فاينل، احنا اتفقنا من الاول، انا جيت قلت لك كونست اكس ايكوال مثلا 10 زائد 15. اتفقنا ان عادي الكومبايلر هيروح يعرف 10 زائد 15 ب 25 ويروح يديها الاكس في الكومبايل تايم، سهله يعرف. لو انا جيت بقى شلت الكونست دي وخليتها فاينل، هيفهم ايه؟ يعني اللانجوج كده او الكومبايلر هيفهم ايه اول ما يشوف فاينل؟ هيفهم ان انا اقدر اجيب ال 10 زائد 15 وانا في الكومبايل تايم، بس انا شفت فاينل. يبقى ده معناه ان انا مش هدي الاكس الفاليو بتاعتها غير في الران تايم. حتى لو انا اقدر ان انا اعرف الفاليو دي وانا في الكومبايل تايم واعرف اديها للاكس وانا في الكومبايل تايم، انما انا طالما شفت فاينل يبقى انا مش هدي الفاريبل دي الفاليو بتاعتها غير وانا في الران تايم. كده عرفنا الفرق ما بين الفاينل والكونست. لو كنت كتبت كونست زي الأول كنت تمام، هاخد ال10 زائد 15 احسبها 25 واروح حطها لمين؟ للإكس وأنا في الكومبايل تايم. إنما لو شفت فاينل يبقى أنا هحط الفاليو للفاريبل وأنا في الران تايم. ده الفرق ما بين الكونست والفاينل. أتمنى إن هي تبقى كل حاجة واضحة. لو في أي حاجة مش واضحة قولولي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.